السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير او على خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو اللي جبت لكم وصفه مدفونه بشكل بسيط وبشكل متواضع. صراحه الاعياد من المناسبات كتجي خطيره خطيره في المذاق وحتى في الشكل تتجي رائعه واقتصاديه. تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه انا خديت نص كيلو ديال الصفا، تكون ديك الصفا ذو النوعيه جيده، ماشي تكون ديك العاديه. كندهنها بشويه ديال زيت الزيتون اولا زيت نباتيه، من الافضل تكون زيت زيتون باش تكون هكا صحيه، ما كضرش. حتى زيت نباتيه ماشي مشكل. وكنخليها تقريبا واحد 10 دقائق. كناخدو الطنجره ديال اللي فيها الكسكاس، تنديرو الماء يطيب تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد تنديرو غير نص ديال الكميه حتى تطلع فيها هاد الفوره هادي. ضروري تخليو هاد العمليه باش ما كتجيكمش معجنه وكتجيكم الصفه ديالكم حبه على حبه. تبعوا فقط الفيديو، الطريقه اللي كنديرها تنجح معكم من اول مره، واخا تكونوا ما عمركم صايبتوا الصفه تنجح معكم. من بعد ما كطلع فيها ديك الفوره غادي نضيف الكميه الاخرى ونخليها طيب. من بعد ما كطيب تناخذ داك الماء الغليان ديالها كنديرو فيها وكنديروه في شي بلاصه باش تشرب داك الماء السخون ديالها. من بعد دابا غادي ندوزو للحشوه ديال التغميره ديالنا. انا درت البصله، شويه ديال القزبر ومعدنوس قطعتهم بالشرائح. الثوم هنا درت في 4 ديال الفصوص ديال الثوم، من احسن يكون الثوم كثير. شويه الدجاج اللي بغيتو داكشي قدر اللي بغيتو على حسب الكميه اللي عندكم ديال عدد افراد الاسره. شويه ديال الزنجبيل، الفلفل الاحمر. الا عندكم العطريه ديال الدجاج ممكن ديروها، ممكن ديروا اي حاجه في العطريه عندكم. انا هنا درت العطريه ديال الدجاج، قزبر يابس، شويه ديال الابزار و الزنجبيل بطبيعه الحال، وشويه ديال زيت الزيتون اولا زيت نباتي، نتوما عندكم اختيار. والملح على حسب الذوق. انا حيت كندير الدجاج مالح درت غير شويه ديال الملحه. تاخليهم تيتشحروا كنضيف تقريبا كاس ديال الماء دافي وكنخليهم يطيبوا على المهل على نار مهيله. من بعد ما كيطيب تناخذ الدجاج ديالي دهنتو انا بالزبده البلديه وتندخلو الفرن يتحمر. هنا الزبيب من بعد ما خليته يترقد، وهنا لاصوص ديالي من بعد ما حيت ليها اللحم كنحركها باش تعقد لينا وكتولي بحال ديال الاعراس باش تجي ديك الصفه ديالنا بنينه. من بعد ما كنديروا الصفه جوج طرق ديال الطياب وحتى 3 على حسب الصفه ديالكم. انا درت ليها 3 ديال الطيبات. في الطيبه الاخيره كندير ليها شويه ديال الزبيب ومعلقه كبيره ديال السمن. انا هنا تندير الزبده البلديه، صراحه كتعطي واحد المذاق رائع. اللي ما متوفرش عندنا ممكن دير الزبده العاديه ولا الزبده ذو النوعيه جيده. كما كتلاحظوا كتجي حبه على حبه. وكنضيف لها شويه ديال الماء دافي والملحه هنا ما بنت لكمش وكنحركها. من بعد ما تيغلى ليا المرقه كتكون حتى هي عاقده، كتكون واجده. الصفه ديالنا كتدير الطيبه الاخرانيه ها هي كما حيدتها الزبيب. من بعد ما طاب كتجي كما كتلاحظوا الصوره باينه، كتجي حبه على حبه، ما كتجي لا معجنه لا مدقسه لا حتى شي حاجه. فقط تبعوا الطريقه اللي قلت لكم، كونوا اكيدين انها غتنجح معكم من اول استعمال. كناخذوا واحد الطبيصيل بحال هكا، ممكن ديروا شي مول باش تشكلوا الدوائر. هنا كندير لاصوص ديالي ديال المرقه غير شويه ما تكثروهاش. لاصوص ما هنا كيجي شويه الملح مع الحلو كيجي خطير في المذاق. فيه غير شي شويه الملح، ما فيهاش ملحه بزاف. هنا الدجاج من بعد ما حمرته كنقطعو شرائح وكنديرو كما قلت لكم. الدجاج غير من الافضل يكون من الصدر ديال الدجاج باش يكون شويه كتير، ما ديروش العظام. دابا منين حيدنا الدجاج من العظام تنديرو هنا كاوكاو اللي كنكون حمرته وطحنته مع شويه ديال السكر، غير شويه ماشي بزاف. حيت كما قلت لكم درت الحلاوه مع الملح، ما خصش تكون مالحه بزاف، ما خصهاش تكون حلوه. من بعد ما تندير هاد الطبقه كندير الطبقه الاخرى ديال الصفه بحال هاد الشكل. نتوما التزيين كيبقى لكم اختيار، ممكن تزينوها بشويه ديال المشماش مجفف البرقوق ولا غير التمر بحال هكا. ودرت المهم شكلت انا بحال شكل مربع. نتوما ممكن ديروا معين بشي قرص ديال الدوائر الليمون اللي بغيتو. المهم انكم تتبعوا الطريقه وتديروا تبعوا المراحل كامله. صراحه كتجي خطيره لا في المذاق لا في الشكل. نتمنى ان هاد لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتدعموني بالاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء اللي تاهما الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.